يصول ويجول، يسافر مسافات ومسافات من سواحل شيلي والأرجنتين إلى البرازيل شمالا. ليس بطلا سينمائيا، لكنه بات رمزا للوفاء. هذا البطريق يقطع 8000 كيلومتر لمقابلة صياد عجوز. وحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، بدأت علاقة الوفاء هذه قبل 5 سنوات عندما أنقذ صياد السمك البرازيلي جيوا بريرا دي زوزا 71 عاما البطريق من موت محقق في قرية بالقرب من مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية. يومها كان البطريق عالقا بين الصخور مشبعا بالزيت ويكاد يغرق. حمل الصياد العجوز البطريق وقام بمداواته، واستغرق أسبوعا ليتمكن من تنظيف ريش الطائر من الزيت الذي غطاه وسماه ديندم. وبعدما عاش البطريق في رعاية الصياد لمدة أسابيع اعتاد فيها البطريق على اللعب معه وتقبيله، ترك له الصياد البرازيلي حرية مغادرته، فانطلق البطريق في المياه. وظن الصياد أنه لن يراه مرة أخرى، لكن الصياد البرازيلي فوجئ بطائر يعود إليه سنويا وفي نفس الموعد الذي أنقذه فيه، وفاء له. فالدنيا مسألة حسابية، اطرح منها التعب والشقاء واجمع لها الحب والوفاء، واترك الباقي لرب السماء.